ب5 أهداف الهلال ينتصر، وب4 أهداف القادسية يخسر. هذه هي المحصلة النهائية لمتعة الزعيم وبني قادس. مباراة مثيرة، 9 أهداف وهاتريك ليوسف العربي والحاج بوغاش. قمة لم يتوقعها الكثيرون، حسمها الهلال من الشوط الأول، وكاد القادسية أن يسجل عنوانا جديدا للقاء قبل الختام. يوسف العربي يفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة من على حافة 18. لم يفق القدساويون من الصدمة حتى فاجأهم العربي بهدف آخر بقذيفة لم تنفع معها محاولات منصور النجعي. يعود العربي مرة أخرى لينشر الرعب في الصفوف القدساوية بتسجيله الهدف الثالث برأسية ماكرة على يسار النجعي. تنفتح شهية لاعب الهلال للتسجيل، وينطلق عبد العزيز الدوسري بكرة من منتصف الملعب ويسدد من على مشارف منطقة 18 يسارية قوية تعانق الشباك القدساوية. ضربة جزاء هلالية لأحمد الفريدي، وعادل الهرماش يتقدم والقائم يقف حائلا دون تسجيل الهدف الخامس. يتحرك القدساويون وينجح الحاج بوغاش في تسجيل أول الأهداف القدساوية بحركة فنية رائعة. لم تدم فرحة القدساويين كثيرا بهذا الهدف، حيث باغتهم إيمانا بهدف هلالي خامس أنهى به الشوط الأول. الشوط الثاني شهد فورة قدساوية تمكن من خلالها صالح الغوينم من إضافة هدف ثاني من تسديدة في سقف المرمى الأزرق. ثم عاد الحاج بوغاش ليضيف هدفا قدساويا ثالثا بتسديدة قوية على يمين العتيبي الذي لم يستطع فعل شيء حيالها. بعد أن شعر القدساويون بأن هلال الشوط الثاني اختلف كثيرا عن هلال الشوط الأول، هاجموه من كل الجهات، واستطاع الحاج بوغاش استغلال الخطأ المشترك بين حسن خيرات والعتيبي ليضيف الهدف الرابع للقادسية. يحاول القادسية استغلال حالة الارتباك التي كان عليها لاعب الهلال، لكن الوقت لم يسعفهم للخروج بالتعادل، لينتهي اللقاء الماراثوني لصالح الهلال والنقطة 15 في البنك الهلالي، بينما بقي القادسية على نقاطه السبع.